بذرة عجيبة. سأحكي لكم الآن عن أمر عجيب. اسمي نادية، أسكن مع والدي في بيت صغير وله حديقة تحيط به. ذات يوم كنت جالسة في ظل شجرة، فإذا بعصفور يضع في يدي بذرة صفراء تلمع كالذهب. أسرعت إلى حديقتي وهناك زرعتها وبدأت أسقيها بعناية. في إحدى الصباحات رأيت شيئا غريبا. رأيت زهرة لم أشاهد مثلها في حياتي، لها قبعة حمراء وساق خضراء وأوراق كثيرة، وظلت تنمو وتنمو حتى جاوزتني في الطول. ثم سقطت منها بذرات أخرى، ونمت حتى غطت حديقتي بلون أحمر بديع، فجاءت إليها الطيور والفراشات والنحل وأهل القرية مبتهجين.